أهلا وسهلا بيكم في قناتكم دويتش ميت فيا. النهاردة هناخد حروف الجر الزمنية. إيه هي حروف الجر الزمنية؟ هنعرف مع بعض النهاردة. vor يعني قبل، seit يعني منذ، دي حروف الجر الدالة على الزمن. ونبدأ بحرف الجر vor. ندي Beispiel. Nico ist vor einem Monat nach Deutschland gekommen. جاء نيكول إلى ألمانيا قبل شهر. بيستخدم حرف الجر الزمني for لوصف عمل أو حدث وقع وانتهى في الماضي. بعد الحرف الجر الزمني for بتيجي المدة الزمنية في حالة الجر، وهنا المدة الزمنية بتاعتنا einem Monat يعني قبل شهر. for einem Monat يعني قبل للشهر، وتشير المدة الزمنية دي للفترة اللي عدت على وقوع الحدث ده، إن هو جه ألمانيا قبل شهر. والجدول ده بيوضح لك for بلس الداتيف في حالة الجر، زي for einem Monat يعني من شهر اللي هو der Monat الشهر. for einer Woche die Woche، einer Woche أسبوع. for einem Jahr سنة. وكذلك بالنسبة للجمع drei Monat Wochen ويارن. ولأن العمل أو الحدث ده وقع في الماضي، فلازم نستخدم صيغ الفعل الماضي سواء كان تام أو بسيط اللي هو وصف الحدث. ندي Beispiele على الماضي التام. Nauven ist vor 2 Wochen nach Frankreich gezogen. البايشبيل ده كان في الماضي التام. نيجي Beispiele للماضي البسيط. Lisa hatte vor 3 Wochen Urlaub. كانت ليزا في أجازة منذ 3 أسابيع. وهسيب لكم في صندوق الوصف الماضي التام والماضي البسيط الشرح بتاعهم. نيجي لحرف الجر التاني seit يعني منذ. البايشبيل نيكو learned seit einem Monat Deutsch. لقد تعلم نيكول اللغة الألمانية لمدة شهر. هنا بقى بيشير حرف الجر الزمني seit بأن الواقع أو الحدث بدأ في الماضي ولكن ما انتهاش لسه، وإن الحرف الجر الزمني seit بيجي بعديه برضو المدة الزمنية زي for einem Monat في حالة الجر، وهي بتشير إلى المدة الزمنية أو الفترة المستغرقة لذلك الحدث أو الواقع. إن هو نيكو بيتعلم اللغة الألمانية من شهر. والجدول ده برضو بيوضح لك seit مع حالة الجر الداتيف زي seit einem Monat der Monat وeiner Woche وeinem Jahr، ومع المدة الأطول 3 Monate 3 Wochen و3 Jahre، أو أي مدة زمنية أنت بتحطها للحدث. ولأن الفعل أو الحدث ما انتهاش لسه، لازم نستخدم صيغة الفعل المضارع في الجملة اللي بتحتوي على زايد، عكس فور بيحصل حاجة في الماضي وخلصت في الماضي، فبنستخدم صيغة المضارع الماضي التام أو الماضي البسيط. زي البايشبيل ده نيكو wohnt seit 3 Wochen bei إنجي. يعيش نيكول مع إنجي منذ 3 أسابيع، يعني هو انتقل يعيش مع إنجي منذ 3 أسابيع ولسه عايش معها لغاية دلوقتي. كده احنا خلصنا النهاردة حرفين الجر الزمنيين فور وزايت. نتمنى تكون استوعبتوا الدرس، هو درس سهل، ونشوفكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا دويتش ميت فيا. Auf Wiedersehen.